مرحبا بكم. كل الجزائريين شافوا حلقة الأختين وأمهم اللي جازوا على قناة الحياة، رانيا وحبيبة. رانيا ما هيش قابلة أختها حبيبة أنها تجي تعيش عندهم في الدار بسبب مشاكل، وأمهم اتخذت موقف سلبي تجاه حبيبة في الحكاية هذه. المهم حبيبة خرجت بفيديو لتوضح للرأي العام سبب المشكل، وش رايحة تدير في حياتها بعد رفض عائلتها استقبالها. المهم خليكم مع الفيديو. درك كاينه حلقه مفقوده، كاينه حاجه حكايه ما على بالناش بها احنا. هاي معليش ما دوك نوضح لك خويا العزيز. يعطيك الصحه، باغي توضيح تسمى يقنعني برك. هذا ما كان حبيبه وراكي اختي العين والراس. لازم راجل في الدار. كاين حكايات ما نقدروش نهضروهم هنا في الله في ليميسيون. معليش باش ما يروح بال انا سامحني دير دقيقه الميت بركه باش كي نحكي الناس الكل تسمعني. انا بالنسبه ليا راجل الاخت هو قدر نسيب مهما وش يكون، يهزك عام عامين 3 10 100 راهو قدر. انا دركا اختي طلبت من انه راجل اختي الاخر يسكن معنا في الدار، انا مش رفضته هو كشخص، انا رفضت الفكره لاني على بالي المشاكل راح تزيد. اختي الاخرى راهي طفله وطفل، يعني انا ما نجريش على خراب بيتها. انا ماذا بيا نقعدوا بعاد على بعضانا، نمشوا لبعضنا جيران، نمشوا لبعضنا فرحانين، نعرضهم ويعرضوني بارك. هذا ما كان هي على بالها باللي انا الحاجه هذه راح نرفضها، هي دارتها مجرد سبب فقط، لخاطر حتى راجل اختي كان رافض رانيا، ماهوش كان مستعرف بكله، بس كسرت حكايه وهو يسمع بها قال اني رافض نهائيا الحاجه هذه. اني وضحت لكم باللي نسيب يقعد خضر، نسيب عمرك لا تعيشي عنده، ماهوش من حرمات تاعك، وماهوش من يعني يقعد قدر مهما وش يكون. عندها الحق بارك. هذا ما كان عندك كمية حق. الأخت حبيبة واحد ما يرضاها يعيش عند نسيب، واحد ما يرضى من غير دار. هذه نحيها نقطة وارجع نسال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. للضرك سي معليش بنسقسيك غير واحد الحاجة. ميمي دقيقة برك وتجي دابا كمين باش نحكي معاهم بارك الله فيك. درك انا في ليميسيون كانت تنسيستي، قالت قاعده تقول لهشام هذاك، قاعده تقول له ما نحبش تجي معنا وحدها، نحب لازم راجل في الدار. وكاينه حكايه ما تتقالش، راكي ما جاوبتيش الاخت حبيبه، يعني باش نكون واضحين. على بالنا واحد ما يرضى يعيش عند نسيبه، واحد ما يرضى من خلاف داره، بس على بال كاينه حلقه مفقوده. كاين علاش بالذات نعرفوا نساء سبحان الله العظيم عايشين نساء والرجال في وسط الديار. السي محمد خويا مجدي انا وضحت لك الشيء الصحيح، والله حبيت تقتنع به مرحبا، ما حبيتش تقتنع به رايك على عيني وعلى راسي، نحترم النقد تاعك مهما وش يكون انت والشعب الجزائري الكل. الحمد لله. مرحبا بك حبيبي بنسقسيك برك، ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس وتخلينا تعليق أسفل الفيديو باش نبقاو على تواصل. وي تفضلي. انتم على ما حضرتوش طرف ثالث اللي هي اختكم الكبيرة اللي متزوجة. الزوج تاعها رافض اختي الحكايه هذه، راهي مراه براجلها وبولادها. الحكايه هذه ربي يعيشكم، انا باش نحكي على اختي اللي متزوجه، ربي يعيشكم ربي يعيشكم. نغلقوا السوجي هذا خلاص، حابين من هذوك اللي حاطين لي فوتو تاع رانيا اختي وكاتبين تاع منه نتمنى يسمعوا مني وينحوهم، نتمنى والله نتمنى. حتى هي خلوها تعيش حياتها وخلوها تكمل حياتها في سلام، وخلوها دير الحاجه اللي حبتها، وخلوها ربي يعيشكم. حتى هي راهي اختي وراني حتى نحبها وعز عليا، وما نحبش حتى واحد يضر حتى واحد من لحمي ودمي. ان شاء الله حتى جاري هذا ما تصاور تاعها ولا لي كومنتير تاعها اللي ماهمش مليح، ماذا بيكم ربي يعيشكم. والله ماني حابه حتى واحد يقيسها ولا يقيسني ولا يقيس حتى واحد من لحمي ودمي، ربي يعيشكم. حبيبه اسمعيني، عايشك ديري ريكورد ومدي كلمه ليماك ولختك وان شاء الله برك. انا نتمنى ماما تتفرج وتد الحصه وترجع مع روحها مليح وتعاود تزيد تفكر مليح ونرجع معاها. ما نحب حتى شيء من الدنيا دي. نتمنى والله نتمنى الناس تتواصل معاها وناس تدير الخير معاها، ونتمنى اللي يشوفها لبرا يزيد يستعطف معاها. ما نحب حتى واحد يشوف فيها شوفها ناقصه ولا يحقرها ولا ما نحبش، والله ما نحب عليها اصل. والله نهضر من قلبي، مش نهضر باش كي نبان ولا باش كي نبان بصوره مليحه. نكري حتى مع وحده، ما نحبش نقعد حتى مع وحده، خاطر ما همش كل يشتولك الخير وما همش كل يشتولك الخايب. كاين المليح وكاين الدوني في الدنيا دي.
انا دركا راني عايشه عند انسانه هي كشولي عندها دار تبني فيها جديده، بدات كشولي بدات تسبغ فيها، كي شافتني لبرا في النهار اللي صبت فيه النوم في تبسها لقيتني لبرا، قلت لي وش بيك؟ قلت لها هاي قصتي وهاي قصتي، ما حبيش نحكي لها كلش، قلت لها راح يجي نهار وتتفرجيها في لاتيلي. قالت لي اوكي نعطيك بيت بصح بشرط تقدر تقول راني في سجن محرر، يعني راهي عطتني بيت حاشاكم فيها لي سانيتير فيها كل شيء، بصح بشرط انها كي تروح لدارها وتجي تطلع عليا تغلق الباب من برا. يعني اناني انسانه عندي قول قريب 20 يوم ما خرجتش من الدار، ولا قريب شهر ما خرجتش من الدار، ممكن في الشهر هذاك انا خرجت مره ولا زوز، رحت كش ما نشري حاجه ونعاود نرجع باذنها هي، وهي اللي تديني وهي اللي ترجعني. يعني ماهيش حياتي دي باش تولي ديما محصوره في دار. الحكايه ذي يا فوزي انا شاهده لها باسكو البارح بركه صرات وعبالي بها من اللي خرجت حتى اللي روحت كيفاه. اكيد هي صادقه اخوي، اكيد هذا يعني انا متاكد. البارح شغل يعني يكون ما صارتش الحكايه ذيك كاباب نقول لك انا ما باليش اسكو تحكي صح ولا لا، بصح الحكايه ذي البارح انا واحد من الناس راني شاهد باللي راهي خرجت بالاذن وروحت بالاذن وهزها بطونوبيل، هزتها مولات الدار بالطونوبيل هبطتها وهي اللي هزتها عاود روحت بها للدار وقفت لها الدار. هذه راني شاهد عليها. يعطيك الصحة. هو على كل حال بارك الله فيها مولات الدار هذه على كل حال هي يعني. هي راهي بصح من حقها تخاف على. يعطيك بصح هذه اختنا ما نعرفوهاش نحن حاجة كيما ربي يحلل القلوب. انا جيت مديت يد الصلح وجيت باش كي نبني صفحه واحده اخرى جديده وحياه جديده معاهم، هما اللي رفضوا هذاك الراي يرجع ليهم ونحترم رايهم، وان شاء الله مع الوقت ماما تتراجع في هدرتها، واختي ثاني حنن قلبها عليا، ادعوا لها ربي حنن قلبها، ربي يطهر قلبها من جهتي، ان شاء الله هالشيء اللي داروه بيناتنا ان شاء الله يبطل ان شاء الله يا ربي، حني ما يقعدش مستمر، باسك انا يا ماما راني متوحشتها من اوت من اللي صورنا الحلقه ما شفتهاش وما اتصلتش بيا، نتمنى لها كل خير ان شاء الله، وانتم اللي عنده وليه في دارها ربي يستر عليهم وربي يستر علينا الناس الكل يا ربي. حني هي الاخت ببركه. كما شفتوا خاوتي القلوب قسات، كانتش كاينه هذه المشاكل بين الجزائريين في السابق، الجزائريين كانوا عائله واحده، ربي حنن القلوب. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء مع فيديو قادم.